السلام عليكم، نتمنىكم بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم جوج وصفات ديال الشوكولات خاصه بالدهن، كيجيو رائعين بزاف. فاول وصفه غادي نبدا بها هو الشوكولات الاسود، اللي مقادير سهله وبسيطه وفي متناول الجميع، واي سيده في البيت تقدر توجدها وما تقولش ليا المكونات ما كايناش ولا غاليه الثمن. يلا ندوزو المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غنبدا بها هي الشوكولات الاسود. فغادي ناخذ واحد الكاسرونه وغادي ندير فيها كاس عنبه ديال الحليب، غادي نولي نضيف ليه درتو فوق البوطه حتى غلا، ومن بعد غادي نولي نضيف ليه 200 غرام ديال الشوكولات اسود، لانه غيذوب ليا غير في هاد السخونيه ديال الحليب. غادي نضيف ليه معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، غادي نضيف ليه معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، وغنضيف ليه 2 علاب ديال البسكوي مومو داك ديال درهم مطحون. انا غادي نوريكم العلبه ديالو، ماشي اشهار ولكن غير باش تعرفوه. هو هذا راه كيدير درهم. اللي بغى يعوضو باي بسكوي اخر غير يكون ديال الشوكولات يديرو، المهم اللي عنده. غادي نخلط هاد المكونات يذوب ليا الشوكولات في هذيك السخونيه ديال الحليب، ومن بعد غادي ناخذ هذاك لو بغا ميكسور ديالنا ولا داك الميلونجور. ممكن نتوما ديروه في الخلاط الكهربائي ديال الكاس ديال العصير وديروه يتطحن. فغادي نخلط هاد المكونات مزيان، خاصني نبقى نخلط فيه حتى ما يبقاش ليا دوك الحبيبات ديال الشوكولا مع الكاكاو والشوكولات ينسجموا مزيان ويطحنوا، وكيولي حتى اللون ديالو لامع. هنا كيف كتشوفوا بقيت كنخلط فيه حتى تخلطوا ليا المكونات مزيان. دابا غادي ناخذ قريعات ديال الزاج اللي يكونوا معقمين طبعا، وغادي نفرغ فيهم هاد الخليط ديال الشوكولا ديالنا. هنا كيف كتشوفوا دار ليا قريعه ونص. الا بغيتوا يعني تضاعفوا المقادير ضاعفوهم. صافي غادي نغطي عليهم وغادي ندخلهم للثلاجه يباتوا ليله كامله. انا درتهم هنا بالليل باش الصباح يكون واجد الفطور للوليدات. هنا من بعد ما فقت الصباح حليت عليهم، بصراحه لقيتهم بداو بهم في الليل يعني كل واحد خد قرعه وصاوب ليه الخبز مع راساتو. المهم بصحتهم وراحتهم حنا كنصاوبوه غير على ودهم. شوفوا كيف كيعقد وشوفوا كيف كيجي لا تكستور ديالو، وعاد المذاق رائع مع ديك القهوه مع الشوكولا، وداك المذاق ديال البسكوي ما كيبانش نهائيا. فنتمنى فيديو اليوم يروقكم وينال الرضا ديالكم، وتجربوا هاد الشوكولات وما تبخلوش عليا باللايكاتكم وتعليقاتكم. يلا ندوزو للشوكولات لون ابيض. هاد الشوكولات خطير بمعنى الكلمه. غادي يبان لكم راه باقي جاري، غير انا زربت عليه ماشي بحال الشوكولات الاسود. خليته ما باتش الليله كامله، خاصو يبات ليله كامله باش يعقد. نتوما ما ديروش بحالي، انا زربت باش نصور لكم. لذيذ بزاف لواحد الدرجه ما تصوروهاش البنات. فجربوه وردوا عليا الخبر، لان راه فايت نزلته في الفيسبوك وفي الانستغرام وفي التيك توك، وجاوني تجارب كثيره، وما اكيد ما نبخلش على متتبعين ديالي ديال اليوتيوب. فغادي نحتاج كاس ديال كاس عنبه ديال الحليب. كيف قلت لكم كاس عنبه ديال الحليب غادي نفرغوا في الكاسرونه، وغادي نضيف ليه واحد المعلقه كبيره ديال النشا. وهادو كلشي راني كنوجدهم بالليل باش الصباح يصبحوا واجدين. معلقه كبيره ديال النشا غادي نخلط مزيان على البارد،
ومن بعد غادي نديرو فوق النار مع التحريك المستمر على عافيه متوسطه حتى كيغلى ليا الحليب وتتعقد. كيعقد لينا غير واحد شويه، راه ما تيعقدش بزاف كيف غتشوفوا. هنا من بعد ما غلى الحليب هانتو كي كتولي لا تيكستور ديالو ماشي شي عقوديه بحال الكريمه قابط راسو، وانما غير شويه. فهاد المكونات غادي نضيف ليها 200 غرام ديال الشوكولات الابيض، ديروا النوعيه اللي بغيتو، وكيف كنقول على حسب القدره الشرائيه ديال اي سيده. درت 200 غرام ديال الشوكولات، وغادي نضيف ليها 2 علاب ديال بسكوي مطحون، بسكوي جولدن او اي بسكوي ديال القمح. غادي نخلطهم مزيان. وهذه هي العلبه ديال البسكوي اللي درت انا، كيكون هذا ديال السيريال اولا ديال القمح. صافي نفس الطريقه ديال الشوكولات الاسود. غادي ناخذ لو بغا ميكسور ديالي وغادي نبقى نطحن فيه حتى يولي عندي واحد المزيج اللي ليس كيف ما كنقولوا، يعني ما فيهش حبيبات، وحتى هو كيف كنقولوا الملمس ديالو ناعم، وحتى هو كيبدا كياخذ لينا واحد اللمعه. غير يتطحن ليا مزيان ويبان لكم راه ما بقى فيه والو، محسرب كيف كنقولوا. صافي راه واجد. حتى لهنا صافي ها هو واجد. ناخذ قريعات وغادي نفرغ فيه الخليط ديالنا وغادي نسد عليه، وضروري تخليوه يبات ليله كامله، ما ديروش بحالي، خاصو يبات في الثلاجه باش الغد ليه تلقاوه واجد وعاقد. وما تيعقدش بزاف بحال الشوكولات الاسود، مي كيعقد على هكايا كيف كتشوفوا نتوما في الفيديو. كيجي رائع ولذيذ. واحد المذاق انا كليته بالمعلقه. علاش؟ لانه كيجي بحال مصايباه بالحليب مركز المحلى، او لا هو كيجي لوغو ديالو حليب مركز محلى. غادي يعجبكم بزاف بزاف، اولا بحال داك الكونفيتور ديال الحليب. يلا ما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم. الى اللقاء.